السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتير من الناس لو سألناهم عن ايه هو ضغط الهواء المناسب لإطار سيارتك هيرد عليك يقولك مش عارف. طيب ازاي بتزود إطاراتك؟ هيقول احنا بنروح محطات البنزين او محل اصلاح الإطارات، بنقول للعامل اللي هناك مثلا زود لي الإطارات الأمامية 32 وزود لي الخلفية 30، او ساعات العامل حسب خبرته بسيبه هو لوحده بيزود مع نفسه. طب هل الكلام ده مظبوط؟ أو بمعنى آخر إيه هو المعيار أو الدليل اللي أقدر أعرف منه ضغط الهواء المناسب عشان أزود إطاراتي؟ وخاصة في حاجة خلي بالنا من إن لو زيادة ضغط الهواء بيؤدي إلى تآكل الإطارات بعدم امتصاص الصدمات، بالتالي يديني كده غير آمنة وغير متزنة. انخفاض ضغط الهواء برضه بيديني تآكل الإطارات، بيؤدي لزيادة تلامس الإطارات بالطريق، احتكاك الإطارات بصورة